اول ضحايا كيليان امبابي في ريال مدريد لو انتقل رسميا الى المرنجي. المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي اتخذ قراره بالفعل، وكشفت صحيفه سبورت الاسبانيه عن اللاعب، واللي اكدت انه البرازيلي رودريجو واللي كان حاسم مع الملكي في اخر موسمين. واكدت الصحيفه ان انشيلوتي اول ما هيجي امبابي هيلعب بطريقه لعب جديده، وهي بوجود ثنائي في خط الهجوم واربعه في نص الملعب واربعه دفاع. وطبعا فينيسيوس جونيور لا استغناء عنه في التشكيله، مما يعني بالتضحيه برودريجو في حال قدوم امبابي. فهل يا ابو الكباتن انت كمدريدي موافق على التضحيه برودريجو مقابل امبابي ولا لا؟ امبابي يسخر من عرض الهلال الجنوني بعد موافقه باريس سان جيرمان على العرض. امبابي بيرد على عرض الهلال بطريقته الخاصه. عرض الهلال بيقول هو شراء امبابي من باريس سان جيرمان ب 300 مليون يورو، ده اللي باريس هتاخده. اما عن امبابي فهياخد في الموسم 700 مليون يورو، هو موسم واحد وممكن تمشي وتنتقل الى ريال مدريد مجانا كمان. عرض حضرتك ما يتفوتش. طبعا زي ما قلت لك يا ابو الكباتن باريس سان جيرمان وافقت على العرض، اما امبابي فرفض العرض واتريق كمان، واتريق امبابي من فكره انتقاله اصلا الى الدوري السعودي بتعليقه بضحك على تغريده نشرها نجم الدوري الامريكي لكره السله، واللي قال فيها يمكنك التوقيع معي ابدو مثل كيليان امبابي. وطبعا دي تريقه. لازم يا ابو الكباتن تتفرج على الفيديو ده علشان تعرف امبابي رفض العرض ليه. هي كام مكافاه امبابي اللي هيحصل عليها لو انتقل الى ريال مدريد مجانا؟ كشفت صحيفه اسبين الامريكيه هيحصل امبابي من ريال مدريد على مكافاه انتقال ب 100 مليون يورو، ده طبعا في حال لو انتقل مجانا في 2024. ويمكن المبلغ ده يا ابو الكباتن هو سر اصرار امبابي انه يكمل لنهايه عقده. فمنها هيحصل على راتبه كامل مع باريس المقدر ب 72 مليون يورو، وكمان هيحصل على مكافاه ولاء بقيمه 80 مليون يورو علشان كمل عقده، بالاضافه كمان الى المكافاه اللي هياخدها من ريال مدريد واللي قلنا ان هي ب 100 مليون يورو، يعني بتتكلم في اجمالي 252 مليون يورو. فهل هيستمر امبابي على موقفه ولا هينتقل الى السعوديه؟ لاعبين بيفكر فيهم برشلونه لتدعيم الظهير الايمن. تعاقد برشلونه مع باك يمين في الميركاتو الحالي يعتبر من اهم الاولويات، وده حسب شبكه ريلفو الاسبانيه. اللاعب ديست ما كانش مقنع ضد ارسنال، وروبرتو يفضل ان هو يكون خط وسط. اما عن اللاعب كوندي فهو الانسب في المركز ده، ولكن اكدت الشبكه ان برشلونه عينها على لاعبين وهم ايفان فريسنيدا لاعب بلد الوليد او كانسيلو لاعب مانشستر سيتي. فهل يا ابو الكباتن انت كبرشلوني تتمنى مين في اللاعبين دول يكون في فريقك؟ اسباب تمنع بدري من الرحيل عن برشلونه بعد ما كل التقارير الصحفيه اعلنت عن رغبه باريس سان جيرمان في ضم بدري، الا ان في بعض الاسباب اللي تمنع رحيله عن برشلونه. رقم واحد اهميه بدري لمشروع برشلونه في الفتره اللي جايه، وانه ورقه اساسيه بالنسبه لتشافي وهيبني عليها خطته. رقم 2 صعوبه تعويض بدري في الانتقالات الحاليه. رقم 3 هي رفض تشافي اصلا رحيله عن الفريق وتمسكه الشديد باللاعب. رقم 4 وهي عدم تخطيط بدري للرحيل عن برشلونه. فقال يا ابو الكباتن انت كبرشلوني مع ام ضد رحيل بدري؟ هو ليه خوسيلو لاعب ريال مدريد الجديد غير محبوب من جمهور برشلونه؟ ذكرت صحيفه اي اس الاسبانيه ان النجم الاسباني خوسيلو مهاجم ريال مدريد يعتبر من اللاعبين الغير محبوبين عند جمهور برشلونه. الصحيفه قالت بان اخر مره زار فيها صاحب ال 33 عام الكامب نو كان في شهر ديسمبر الماضي، وسجل هدف التعادل الاسبانيول واحتفل على طريقه رونالدو وراؤول. وطبعا ده اغضب جدا جمهور برشلونه، وفي حاله لو سجل ضد برشلونه وهو بقميص ريال مدريد سواء في الوديات او في المباريات الرسميه ده هيخليه بطل قومي جدا عند جمهور ريال مدريد. فهل تتوقع يا ابو الكباتن نجاح خوسيلو مع ريال مدريد ولا لا؟